ريدمي نوت 11 برو من احسن موبايلات في الفئه المتوسطه، وكان ممكن اقول عليه انه احسن موبايل في الفئه المتوسطه لولا شويه لمسات وتكات كده هنتكلم عليهم في الفيديو النهارده. فلو التكات واللمسات دي فارقه معاك، هي دي اللي هتحدد اذا كان ده يستحق لقب برو ولا لا. فانزل يا برو، كهرب زرار اللايك واشترك في القناه، ويلا بينا نبدا في الريفيو. خلينا نبدا اول حاجه بالديزاين. وديزاين النوت 11 برو جاي بخليط من البلاستيك والازاز. الظهر الازاز مدي للموبايل لمسه بريميوم كده نادرا ما هتشوفها في موبايلات الفئه المتوسطه. مشكله الظهر ده بقى انه بيبصم، بس مش مشكله، انت كده كده هتحط الكفر على الظهر. فدلوقتي عندك الحواف فلات، وده ماشي مع الترند اللي بقينا نشوفه مؤخرا مع الشركات في الفئه دي. كمان الظهر حلاوته في تصميمه البسيط، هو مش ديزاين بيصرخ في وشك بيقول لك انا ديزاين حلو، بس ديزاين بسيط وسيمبل وشيك، وفي لمعه كده بتخلي فيه انعكاس حلو رغم ان الظهر مط تماما. الحاجه اللي هتلاحظها قوي في الظهر هي الكاميرا ال 108 ميجا بكسل اللي فعلا اول ما هتشوفها هتحس انها بتراقبك. كاميرا بعدسه عملاقه مع الثلاث كاميرات التانيين ولمبه الفلاش. الكاميرا الري اللي في الظهر بارزه حبتين، فلما تحطه على ديسك مش هيبقى فلات تماما وهيفضل يتهز، ولكن لحسن الحظ في جراب شفاف مع الموبايل تقدر تركبه عشان يعالج حته بروز الكاميرات دي، فلما تحطه على اي ديسك هيتهز برده. مفيش اي فرق ما بين قبل الجراب وبعد الجراب، لان الجراب برده فيه بروز، فنفس الاهتزاز موجود. من قدام التصميم بسيط جدا، شاشه عملاقه ببانش هول كاميرا في النص، والحواف شبه سيمتريه، مع ان الحافه السفليه او التشين اكبر من الحواف الثانيه، ولكن مع الاستخدام مش هتحس خالص ان في فرق ما بينهم. الفريم من اليمين فيه زراير التعليه والتوطيه بتاعه الصوت وزرار الباور، اما الفريم من على الشمال ما فيهوش اي حاجه اطلاقا. الموبايل من فوق فيه السماعات والاي ار بلاستر اللي ممكن تستخدمه كريموت كنترول للتكييف او للتلفزيون او لاي حاجه كعاده موبايلات شاومي، وكمان فتحه ال 3.5 ملم الهيدفون جاك، ودي كويس جدا ان هي ما اتشالتش لحد دلوقتي لمحبين السماعات السلكيه. اما الموبايل من تحت ففيه السماعه الثانيه اللي موجوده عشان الموبايل ده بيدعم الستيريو سبيكرز، وكمان فتحه يو اس بي سي للشحن السريع، والسيم تري اللي بيدعم خطين وكارت ميموري، ولكن تقدر يا اما تركب خطين يا اما تركب خط وكارت ميموري، ما ينفعش الاثنين مع الكارت في نفس الوقت. الموبايل كمان بيجي معاه سكرين بروتكتور متركبه على الشاشه جاهزه، وكمان هديه من شاومي الشاحن السريع 67 واط، ومعاه كابل يو اس بي اي ليو اس بي سي. الموبايل كمان جايب تقييم اي بي 53، فده معناه ان هو مضاد للطرطشه والمطر الخفيف، اللي هو مثلا لو الدنيا بتمطر واقف تطلب اوبر على السريع كده، ولكن مش مضاد للميه بشكل كامل. النوت 11 برو بيجي بشاشه 6.7 انش بجوده 1080 فول اتش دي، وبتوصل لحد برايتنس 1200 نتس، وعليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 5. فعلا الشاشه الوانها مشبعه وفايبرنت، وتحس بهيبه كل لون كده وقيمته. وكمان الشاشه شارب وفيها تفاصيل كتير جدا، دي من احسن الشاشات اللي ممكن تتفرج عليها على ميديا. الناس اللي معظم استخدامهم بيتفرجوا على ميديا كتير، الموبايل ده فعلا هيكون مثالي. الشاشه كمان بتدعم التردد السريع 120 هرتز، فممكن تتنقل ما بين التو اوبشنز ال 60 هرتز وال 120 هرتز، رغم ان ال 120 هرتز في التليفون ده مش احسن حاجه. وعشان تجربه المشاهده العظيمه دي تكتمل، شاومي حطيت لك ستيريو سبيكرز من احسن السبيكرز اللي هتشوفها في الفئه المتوسطه. انت دلوقتي بتسمع صوت الموبايل طالع من موبايل طالع من موبايل طالع من موبايلك، ده انسبشن ليفل في المونتاج، مونتاج فاخر من الاخر. اديني لايك ويلا بينا نكمل. معظم الموبايلات في الفئه المتوسطه بيحطوا دايما السماعات اللي تحت ادق واعلى من السماعه اللي فوق، فما بيديكش احساس الاستيريو سبيكرز كما يجب ان يكون. شاومي بقى هنا عملت توكايه بسيطه كده، مزوده ومحسنه من الصوت اللي بيطلع من السماعه اللي فوق حبتين، عشان الاثنين يطلعوا بنفس الجوده ونفس العلو تقريبا. ده بيخلي السماعه اللي فوق في المكالمات ساعات بيبقى صوتها عالي حبتين، فبتضطر توطي صوت المكالمه. اتفرجنا بقى على الشاشه واتبسطنا، ورقصنا على السماعات والديزاين وعجبنا، كل حاجه تمام. في بقى مشكله، شاومي بقى يعني حبت تتفزلك كده، قامت مغيره البروسيسور اللي كان موجود في النوت 10 برو اللي هو 732 جي، حطت في النوت 11 برو بروسيسور ميديا تك هيليو جي 96. الهيليو جي 96 يعتبر ما يجيش حاجه جنب 732 جي اللي كان موجود في الجيل اللي فات، لان الهيليو جي 96 معمول بمعماريه 12 نانومتر. 12 نانومتر دي معماريه قديمه حبتين، يعني تنسى توفير الطاقه. عرفت بقى ليه شاومي حط لك الشاحن السريع 67 واط في العلبه؟ ده الذكاء بتاع شاومي ده، لا والله احترمهم، والله احترمهم، احب انا اللعبه الحلوه. طب ده بالنسبه للطاقه. بالنسبه للاداء بقى، الجي 96 جاي ب 8 انويه، نواتين كورتكس A76 و6 انويه كورتكس A55. ولو مش فاهم ايه معنى الكلام ده، ده معناه ان الاداء بتاع الانويه دي للاسف اقل من الجيل اللي فات حبه قد كده. وبعيدا عن الجيل اللي فات، يعني حتى لو نفس الاداء بتاع النوت 10 برو زي ما شاومي بتقول، لو جينا قارنا اداء الشريحه باقرب منافس ليه من سامسونج ال A33 مثلا، تلاقي ال A33 فيه شريحه الاكسينوس 1280 تدي الهيليو جي 96 بالجزمه. بالنسبه للاداء الرسومي، فالمالي جي 57 اللي موجود في النوت 11 برو برضو اضعف بكتير من المالي اللي كان موجود في النوت 10 برو، نواتين قصاد 4 انواع في الجيل اللي فات، فكاداء في الالعاب ما تستناش منه كتير. انا جربت العب كام لعبه كده والاداء ما كانش حلو خالص، وعلى اداء لي في ببجي كان هاي واتش دي، خسرت الشاشه والله. بس للامانه البروسيسور الجديد ده فيه ميزه زياده عن البروسيسور اللي فات. اولا ما بيسخنش، لانه هو ما بيديش اداء اصلا عشان يسخن، فالموبايل عمرك ما تحس ان هو دافي، حتى موبايل بارد زي التلج. تاني ميزه ان هو بيدعم ال 120 هرتز اللي موجوده في الشاشه، فبرضه يعتبر تعويض بدل الحاجات اللي اتاخدت منه. فانت لو شخص جيمر وجايب الموبايل ده لله
لعب فانسى النوت 11 برو، خلاص النوت 11 برو كده مش ليك. وكمان الشريحه الهيليو جي 96 ما بتدعمش شبكات ال 5 جي، فدي برده نقطه سلبيه في هاتف 2022. هي دي بقى الحاجات اللي بتخنقني، يعني ليه ما تحطوا شريحه احسن شويه؟ بجد لو الشريحه كانت اتغيرت التليفون ده كان هيبقى احسن موبايل في الفئه المتوسطه، مش بس السنه دي والسنه اللي جايه واللي بعدها كمان. الموبايل جايب 3 اوبشنز من حيث الرام والاستورج. اول اوبشن ال 6 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت مساحه داخليه، وتاني اوبشن هو ال 6 جيجا بايت رام وال 128 جيجا بايت كمساحه داخليه، وتالت اوبشن وهو الافضل فيهم ال 8 جيجا بايت رام وال 128 جيجا بايت مساحه داخليه. بالنسبه للبطاريه فشاومي حاطه هنا في الموبايل 5000 ملي امبير، كفي تقريبا اليوم العادي الطبيعي، حتى لو حطيته تحت ضغط هيكفي معاك لحد اخر اليوم، اللي هو بيقعد حوالي 8 ساعات سكرين اون. والاحسن بقى ان معاه الشاحن طبعا ال 67 واط، دي نطه حلوه قوي عن النوت 10 برو بتاع السنه اللي فاتت اللي كان معاه شاحن 33 واط بس. الشاحن ال 67 واط الجديد بيقدر يشحن لك نص الموبايل في ربع ساعه بس، فالناس اللي بتحب تشحن الموبايل بسرعه وهي بتجهز عشان تخرج ده احسن موبايل ليهم. ونص ساعه عشان تشحن الموبايل لحد 80%، والموبايل بيشحن من 0 ل 100% كامل تقريبا في 45 دقيقه 50 دقيقه في الرينج ده. فانا الصراحه ما عنديش اي تعليقات سلبيه عن البطاريه، خصوصا مع وجود الشاحن ال 67 واط السريع. في حاجه بسيطه بس كده، ان الموبايل ما بيدعمش الشحن اللاسلكي ولا الشحن العكسي، دي حاجه طبيعيه ومنتشره في الفئه المتوسطه، مش حاجه سلبيه في الموبايل يعني، بس انا حبيت اقول لك. تعالى بقى دلوقتي نتكلم عن الاربع كاميرات اللي موجودين في ظهر الموبايل. الكاميرا الرئيسيه ال 108 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه الالترا وايد ال 8 ميجا بكسل، والكاميرا ال 2 ميجا بكسل الدبث، والكاميرا الرابعه ماكرو 2 ميجا بكسل. الكاميرا الرئيسيه بتطلع لك صور 12 ميجا بكسل، صور فعلا الوانها على المظبوط، الوايت بالانس فيها مظبوط جدا ودقيق، والتفاصيل فيها فعلا شارب، كمان الكونتراست والدايناميك رينج كل دول مظبوطين. النويز والنغبشه اللي في الصور متعالجه بشكل كويس قوي، فمش هتلاحظها كتير. تعليق السلبي الوحيد على الكاميرا الرئيسيه ان الصور شارب بزياده شويه كده، اللي هو الشاربنس مش الشاربنس اللذيذ بتاع الكاميرات، لا شاربنس فيك. الصور الاحسن بقى ممكن تطلعها من المود ال 108 ميجا بكسل، ده بيطلع تفاصيل اعلى والوان ادق وكمان شاربنس مظبوط على عكس الكاميرا العاديه. كمان من الحاجات اللي عجبتني قوي في النوت 11 برو وهي الزوم. 2 اكس يعتبر بتديك نفس الكواليتي بتاعت ال1 اكس. ال4 اكس بتديك برده كواليتي اقل سيكا، ولكن الكواليتي حلوه جدا. بعد ال4 اكس بتبدا بقى 6 اكس 8 اكس ال10 اكس، طبعا الكواليتي بتتدهور كل ما بتعمل زوم اكتر، ولكن برده الصور ال10 اكس لسه محافظه على كواليتي كويسه، تقدر تقرا مثلا علامه، لو في علامه بعيده بتحاول تصورها او حاجه تقدر تقراها بشكل ملحوظ. بس عموما كصور تطلع من العدسه الرئيسيه صور ممتازه، ما فيهاش هايلايتس مفرقعه، ما فيهاش شادوز مختفيه، كل حاجه مظبوطه والديتيلز كويسه جدا جدا جدا، وتعتبر من احسن الكاميرات في الفئه المتوسطه. بالنسبه للصور البورتريه فبرده العزل في النوت 11 برو ممتاز، وعازل السبجكت عن الخلفيه ومديله هايلايت بشكل ممتاز. السيلفي كاميرا العاديه مش البورتريه برده بتديك تفاصيل كويسه جدا زي العدسه الخلفيه، وهايلايتس والوان مظبوطه، في شويه دقه كده في الكونتراست والدايناميك رينج، ففعلا بتديك صور حلوه ان انت تستخدمها بعد كده. حسيت ان الكاميرا السيلفي تعمل بيوتي شويه كده، حتى بعد ما قفلته لسه برده البيوتي فلترز موجوده وبتنعم البشره حبتين، ولكن ده مفهوم عشان تديك صور سوفت ومش منغمشه، خصوصا في الاضاءه الضعيفه. انا عارف ان انا عمال اشكر في الكاميرات وبتاع، بس لسه في بلاوي. بالنسبه للكاميرا في الاضاءه الليليه فهي كويسه، ولكن بنصح اي حد ان هو يستخدم النايت مود، لان الفرق في الالوان ما بين الكاميرا العاديه وما بين النايت مود اللي موجود في السوفت وير فرق كبير وشاسع. النايت مود الوانه حلوه جدا، رغم ان هو بيقلب شويه كده لالوان ظلاميه شويه، بيغمق الصوره حبتين، وبالذات لو في شخص في الصوره السكين تون بتاعته يعني هتبدا تبقى اغمق سيك، ولكن الوان النايت مود احسن بكتير من الالوان العاديه. لو هحكم على الصور من غير النايت مود فاقول لك ان في صور احسن بكتير في الفئه المتوسطه من دي، ولكن النايت مود بيخلي الصور فعلا في ليفل تاني. وبمناسبه بقى الاضاءه الليليه فالكاميرا الالترا وايد بالليل زباله، استحي والله اوريك بقى الصور، يعني انا لو وريتك بقى الصور غلط عليا، يعني دي سمعتي برده ده تصويري. يعني الالترا وايد الصبح ممكن اللي هو تتبلع بقى، الكاميرا الرئيسيه في ليفل والالترا وايد في ليفل تحت خالص، فانا ما اعتقدش ان انا لو استخدمت الموبايل تاني هستخدم ابدا الكاميرا الالترا وايد بتاعته. برده الكاميرا الدبس دي بتساعد في البورتريه زي ما احنا قلنا، والكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل وبتدي اداء ضعيف جدا. يعتبر الاربع كاميرات جيمكس كده ودعايه اكتر ما هي فعلا كاميرا سيستم محترمه تقدر تعتمد عليها، ولكن العدسه الرئيسيه فعلا من احسن الكاميرات اللي موجوده في الفئه المتوسطه. ومش بس كده، فاكر المصايب اللي قلنا عليها في الهيليو جي 96؟ الشريحه دي ما بتدعمش تصوير ال 4K، فانت كتصوير فيديو للنوت 11 برو انت مقيد لحد 1080، ويا ريت جوده ال 1080 حلوه بالذات في الاضاءه الليليه. الاضاءه الليليه جوده الفيديو زي الزفت، 30 اف بي اس كمان. والكاميرا الالترا وايد انت مقيد ب 720، فانت يا اما تصور 1080 بجوده اللي هو مقبوله الصبح وزي الزفت بالليل، يا اما تصور بجوده 720 ما تتشافش خالص. فانت لو تجيب الموبايل
الموبايل ده وعايز تصور بيه فيديوز انسى. فملخص الكاميرات دي هتديك اداء حلو قوي في الفئه المتوسطه، بالذات العدسه الرئيسيه زي ما قلنا هتديك اداء حلو قوي طول ما الاضاءه موجوده معاك، والنايت مود هيديك اداء حلو جدا في الاضاءه الليليه. البورتريه كمان والسيلفي تحفه التحفه، وكمان الزوم تقدر تستخدمه من غير مشاكل. لكن صور الالترا وايد، الماكرو او حتى تصوير الفيديو ما تفكرش. نيجي بقى لنقطه السوفت وير، والسوفت وير بتاع شاومي الميو اي 13 المبني على اندرويد 11. انا مش فاهم الناس المعترضه على سوفت وير شاومي. سوفت وير شاومي فيه عيوب وهنتكلم عنها. سوفت وير بيديك كاستمايزيشن لكل حاجه انت عايزها، كل حاجه انت تقدر تعدلها زي ما انت عايز. وقبل ما انهي الفيديو اقول لكم عن اكتر عيب خلاني فعلا ما احبش ان انا استخدم الموبايل ده كتير، وهو ان البروكسيميتي سنسور او مستشعر التقارب بيعلق. مش بس في المكالمات لما بتحط السماعه على ودنك، لا ده كمان وانت مشغل اي ميديا او اي فويس نوت الشاشه بتقفل وتطفي لوحدها. فدي حاجه في الفيرتشوال بروكسيميتي سنسور اللي موجود في النوت 11 برو حاجه انا مش قادر اتعايش معاها. دي انا حاططها في الاخر كده عشان اعرف الناس الجميله اللي بتكمل الفيديو للاخر. فيا ريت تنزل تكتب لي كومنت عن البروكسيميتي سنسور وايه رايك في المشكله دي، وكمان اكتب لي رايك في الموبايل. انا شايف ان هو موبايل عظيم جدا لو انت شخص بتحب المالتي ميديا كتير، شخص عايز بطاريه كبيره وفي نفس الوقت شاحن سريع تقدر تشحن بيه في 10 دقائق ربع ساعه وبعد كده تخرج بالموبايل عادي. وكمان الديزاين الجميل الشيك البريميوم من اكتر المميزات اللي موجوده في الموبايل. اما الشريحه لو انت فعلا بتفكر في الالعاب فلا، الموبايل ده مش للجيمرز نهائي. وكمان الكاميرات نقدر نقول انها مش احسن كاميرات في الفئه المتوسطه. في مثلا عندك الاي 53 ولكن يظل الموبايل ده سعره حوالي 7000. الاي 53 ب 9000، فرق 2000 جنيه او 2000 ونص ما بين ده وما بين الاي 53. مفيش مقارنه اصلا، الاثنين مش في نفس الفئه. فانزل اكتب لي رايك تحت، ويا ريت تعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك، وتعمل لي سبسكرايب واشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. سلام.